السلام عليكم، اهلا بكم متابعات قناة مطبخ فاطمة زهرة. خدكم فاطمة زهرة تبعت لكم احلى سلام وتحية وتقولكم توحشتكم بزاف بزاف ولا توحشتكم ونقولكم سمحوا لي على هذه الغيبة. الله غالب، يعني مرض وشدة وفاتت وهذه الحمد لله على كل حال. جيت اليوم بوصفة شوربة الفريك اللي ما عندهاش شريك، شوربة رمضانية يعني بالاخص حبيت نقدمها لكم رمضان. دوك نقول لكم علاش تليق رمضان. قبل ما نبداو في وصفة اليوم كامل صلوا على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ومن بعدها نقولوا بسم الله وحنا نقدمها لكم من قلبي بكل تفاصيل وبمقادير مضبوطه وكيفاه تجيكم خاطره وكيفاه حتى ولا حبيتوها تجي خفيفه على هكذا حنقدم لكم تاني طريقه كيفاه تجيكم خفيفه وكيفاه حتى يعني خطوات من الالف الى الياء، ما يقعدش يعني طبقه من فوق ما برك وصغاريت ومن تحت يهبط هذاك الفريك كامل، يعني ما يجيش يبان شغل ماشي طايب. هذه هي وكيفاه الفريك يطلق البنه نتاعو وهذاك الزيوت اللي فيه. يلا نبداو وصفه اليوم وقلت لكم على طريقتي، ما راح نقول لكم حتى منطقه، على طريقتي. بسم الله. شوربه الفريك تحب بزاف اللحم تاع الغنمي، من افضل الغنمي هذاك اللي يكون فيه الشحمه، لكن انا بما انه رانا في شهر رمضان مانيش حنستعمل الشحمه بزاف، رانا صايمين ماناش حابين يعني تدور على قلبنا. راح ندير لهنا نص ملعقه تاع السمن وحق 3 ملاعق تاع الزيت، يعني بالسمن والزيت هكذا حتجي هايله. نقليو اول حاجه قطعه تاع اللحم، ماشي بالضروره اللحم تقدروا ديروها بالدجاج، لكن شوربه تاع اللحم هي اللي تجي هايله. لهنا جبنا ميني اشوا، درنا فيه حبات جزر صغيره تقدروا تستغناو عليها لكن تبنى هايله. عندي حبه طماطم تكون كبيره، اذا كانت صغيره ديري 2 حبات حتجي تاني بنينه بالطماطم، تحب شوربه الطماطم. وعندي حبه بصل كبيره، راني شوفوا حنديرهم في الميني اشوار، ما عندكش ميني اشوار رابيهم في رقيق. ايضا الدبشه راني نقطع فيها رقيق، كاين حتى اللي يزيد لها الكرافس، انا ما نحبش الكرافس في الشوربه فريك. بالنسبه للثوم شوفوا خياتي، كاين اللي يستعملوا كاين ما يستعملوش، لكن انا ندير فص واحد فقط. تحصلنا على هذا الخليط، اللحم تاعنا تقلى مليح مليح اطلق عفوا هذيك الزيوت اللي فيه، يعني الشحمه شويه اللي فيه برك طلقات، ما درتش الشحمه بزاف. والان بعد ما نخليه يتقلى مليح ويدير هذو رغاوي وحنجيبوا هذاك الخليط اللي عقبناه في الميني اشوار. وكما قلت لكم تقدروا ديروا بالعرب بصح ربي وكل حاجه في رقيق باه الشوربه تاعكم تجي خاطره. رانا نقلي فيها ونخليها واحد 5 دقائق حتى 7 دقائق هكذا تتقلى، ومن بعد تيك نروحوا نديروا التوابل. لهنا درنا الملح، وعندي لهنا الان فلفل عكري احمر حلو، تقدروا تستعملوا ايضا فلفل حار يابس. انا مانيش حنديروا الان، حندير باسكو الكان تاع حرف الاخير. لهنا عندي لفاح معروف في ولايتنا، يعني معروف عندنا اللي ما عندهاش ما تعرفش لفاح دير شويه فقط تاع راس الحانوت. على فكره شوربه الفريك ما تحبش بزاف التوابل. بالنسبه للفلفل الاسود ولا الفلفل الكحل شويه طاح برك شويه برك، كزبر يابس ايضا شويه. الفريك يحب يبقى ريحته اللي تكون طاغيه هي اكثر. راح هكذا نقليهم هكذا شويه وخليهم يزيدوا يتقلاو مليح. على فكره طماطم تاني مصبره، ما نحبش نستعمل بزاف في شوربه الفريك نتاعي، هكذا ندير شويه طماطم مصبره باه ما تجينيش قارصه، خاصه في شهر رمضان. بعد ما تقلى هكذا مليح راكم تشوفوا كيفاه هكذا تشرب مليح، يتشربوا كل حاجه هذيك البنه بيناتهم. هذه اختياريه، حبيت نديرها انا لمسه من عندي، والله غير عود تاع قرفه يزيد لها واحد البنه عالميه، خاصه في شهر رمضان. حنا نحبوا بزاف ريحه القرفه في شهر رمضان، يكون في الطبخ تاعنا. ومع شوربه الفريك يمد لها بنه هايله. راني نمرق وضروري تمرقوا على جانب بهذاك الليدام اللي دارتو شويه تاع الشوربه هذه تاعنا ما يهبطش لتحت. نغطيها نخليها تبقبق حتى تولي هكذا. شوفوا هنا تعرفوا بلي حتجي بنينه. درت هذه الرغبه ودرت هذه الطبقه. شوفوا ما كاش ليدام بزاف، انا ما نحبش في رمضان تكون فيها ليدام بزاف. ساير الايام عادي نكثروا الشحمه برك، يعني اللحم اللي فيه شحمه ضروري ما تغطوهاش كامل، خلوا الغطاء هكذا على جانب، باسكو هي راح تدير واحد الفقاعه تبدا تغلي وتبقبق، راح تفيض لكم وتمرمد لكم الحاله وتروح هذيك الرغوه لا راح تروح البنه تاع شوربه الفريك. انا جبنا الشوربه، شوفوا انا حنكيل في هذا البول، هاو ماهوش كبير بزاف، بول تاع شوربه هذاك صنطوط ناقص منه بصح. شوفوا هاو قريب يعني نص فقط، فوق النص شويه. ضروري الفريك تاعكم يكون اخضر اللون ويكون في الرقيق ويكون جديد وريحته جديده، راح يجيكم ما شاء الله. حبيت نعطيكم نقطه ركزوا لي فيها.
إذا حبيتوا شوربة فريك تاعكم تجي خاطرة تخلطوا بين الفريك والمرمز، لكن ضروري يكون الفريك دائما أكثر من المرمز. مثلا 2 إيطرات شوربة فريك بإيطرات تاع مرمز. هنا غسلتها حق 2 مرات، وأنا نغسل فيها ساعات يكون فيها الحجار، ساعات يكون فيها كشمة شوائب. صفيتها وبعد ما تنشف شويه راح نضيفها المرق تاعي. لكن انا كيفاه نطيبها؟ نخلي قبل الحمه ذيك يدخلوا شويه تاع طياب، خليها واحد الطياب تاع 45 دقيقه باه نضيف الفريك نتاعي. انا الفريك نتاعي ما نضيفهاش من الاول باه تبقى ريحتها شبع، نضيفها في الاخر. وبعد ما تشوفي الفريك نتاعنا هو هنا خثار، اعرفي بلي طاب الفريك تاعكم. بعد ما يخثار هكذا باش يقعد لتحت، ودائما تخلطي ساعه على ساعه باه ما يلصقش. في الاخر نضيف قرن تاع حار، ماشي من اجل يعني باه يمد الحروريه، لكن حيمد ريحه ما شاء الله. هذو البوراكات نتاعنا ان شاء الله الخطره الجايه ندير لكم طريقه تحضير الحشو تاع البوراك، راح نقليه مع علينا. والشوربه فريك دوك نسكبها معكم، شوفوها كيفاه جات. وحبيت نقول لكم كاين اللي يحبها خاطره كيما الزوج ديالي نديرها له على جالو خاطره، وكاين اللي يحبها اقل من هكذا خضوريه. نتوما ما عليكم الا تنقصوا في الفريك ماشي تنقصوا في المده تاع الطياب تاعها، لا الطياب يبقى هو، لكن تنقصوا في كميه الفريك هذه فقط. وباه تجيكم البنينه في الاخير ضيفوا رشه تاع دبشه ورشه تاع نعناع يابس. نعناع يابس كاين اللي يحب يضيفه وكاين اللي ما يحبش. اكيد بنة شربة الفريك تكمل في طيابها كي تكون الطيب على نار هاديه هكذا، وما تكثروش التوابل بزاف. لهنا القارص اختياري، كاين اللي يحب يضيف لها القارص في الاخر. اكيد رشه تاع دبشه، شوربه الفريك تحب الدبشه. وكما قلت لكم النعناع اليابس اللي يحب يضيف لها نعناع اليابس. هاني قلت لكم نعاود، احنا نحبوها خاطره، درتها خاطره. وفي الايام الاخرى ندير انا هذيك تجي فيها طبقه من الفوق فيها ليدان بزاف، نكثروا الشحمه ونكثر، راكم على بالكم كيفاش. لكن في رمضان انا نقص في الطماطم مصبره ونقص في الليدان. واحد يكون صايم وحاول كيفاه يعرف كيفاه الماكله اللي ياكلها تكون ما فيهاش بزاف يعني ليدان، ومن الدور على قلبه. هذه شوربه الفريك نتاعي والله غتجي ما شاء الله، جربوها خياتي. شوربة الفريك عطيتها لكم بكل خطوات نجاحها على طريقتي كما قلت لكم في الأول. إن شاء الله تنال إعجابكم وتجربوها حبيباتي. متنسونش باللايك بارطاج الاشتراك. هذه هي إن شاء الله مازالت وصفات أخرى نقدمها لكم عن قريب. عصرات تاع قارص يحب القارص، تاني كاين اللي يحب يدير لها الهريسة، تاني الهريسة حتمد لها بنة. في الأخير نقول لكم مع السلامة مع وصفات جديدة إن شاء الله من مطبخ فاطمة زهرة.